إخواني أخواتي متابعي قناة العين تيفي، أهلا وسهلا بكم. حفيظ دراجي يهاجم منتخب بلاده بعد الهزيمة المفاجئة أمام غينيا. أنا الخبر تقول بأن حفيظ دراجي علق على الهزيمة المفاجئة التي مني بها منتخب بلاده على يد منتخب غينيا ضمن الجولة التالية من تصفيات كأس العالم 2026 بجملة واحدة قال فيها: لو تعمد لاعبو المنتخب الجزائري الخسارة أمام غينيا لما لعبوا بهذا الشكل التعيس والمثير للاستغراب وعلامة الاستفهام. وتعليقا عن كلام الدراجي، اعتبر العديد من المتتبعين أن خسارة الجزائر وبين جماهيرها كانت مستحقة بالنظر إلى المستوى الذي ظهر به أغلب اللاعبين في رقعة الملعب، حيث لم يقدموا شيئا يذكر. وتجرع المنتخب الجزائري خسارة مفاجئة وأمام جمهوره حينما انهزم بملعب نيلسون مانديلا أمام منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف واحد. وجاء الهدف الأول من منتخب غينيا في الدقيقة 50 قبل أن يدرك المنتخب الجزائري هدف التعادل عن طريق اللاعب بالرحمة في الدقيقة 52. وعاد منتخب غينيا ليسجل هدف الانتصار في الدقيقة 62 من عمر المواجهة. وبلغ المنتخب الغيني النقطة السادسة في وصفة المجموعة السابعة، ومزاحما الجزائر متصدرة بفارق الأهداف، في حين جاءت بوتسوانا ثالثة 3 نقاط ومتفوقة بالأهداف على أوغندا والموزمبيق، بينما تتواجد الصومال في المركز الأخير بدون نقاط. وبهذا يكون المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش قد سجل أول هزيمة في أول محك رسمي له مع الجزائر بعدما تمت إقالة جمال بالماضي عقب خروج الخضر من الدور الأول من نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة: إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.